أهلا بيكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلوا على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. من 100 سنة ظهرت وحوش عملاقة على شكل بني آدمين واسمهم التايتنز، وبدأوا التايتنز يدمروا في العالم كله وياكلوا البشر العادية، والبشر اللي نجوا قدروا يبنوا جدار كبير علشان يحموا نفسهم من هجمات التايتنز، وقدروا البشر يعيشوا في سلام من تاني، والبشر فضلوا عايشين على أمل إن الجدران تفضل موجودة للأبد. وبعد مرور 100 سنة الناس كانت بدأت تنسى موضوع التايتنز ده، وأصبح موضوع التايتنز أسطورة وكلام في كتب التاريخ، وكانت بتتحكي علشان يخوفوا الأطفال، والناس العادية اللي كانت عايشة ورا الجدران ما كانش مسموح ليهم يعدوا من الجدران لأن الحكومة منع أي حد يعدي، والناس من ساعتها عاشوا ورا الجدران وما طلعوش منها أبدا. واتقسم العالم اللي ورا الجدران لثلاث مناطق. المنطقة الثالثة كانت تخص الفلاحين اللي عايشين في الأراضي الزراعية وبيزرعوا وبيحصدوا، والمنطقة الثانية كانت خاصة بالمصانع، والمنطقة الأولى واللي تعتبر أبعد منطقة عن الجدران وكانت خاصة بالطبقة الأرستقراطية، وكان ممنوع منعا باتا حد ينتقل من منطقة للتانية. وفي يوم في العالم اللي جوه الجدران بنتعرف على شاب اسمه إيرين، وإيرين بيقابل صحابه أرمن وميكاسا، ودول كانوا عايشين في المنطقة التالتة. وإيرين وميكاسا كانوا بيحبوا بعض جدا، والمكان اللي هم فيه كانت منطقة صواريخ ومدافع. وإيرين بيبص للجدران وكان نفسه في يوم يعدي الجدران علشان يشوف ايه اللي وراها، وبيشوف إيرين الصاروخ اللي جنبه ده، فبتتكشف خريطة مرسومة على الصاروخ، وبيشوفوا البحر اللي على الخريطة وهم التلاتة بينبهروا. وميكاسا بتحاول تتخيل شكل البحر على الحقيقة وبتقول أكيد ده مكان حلو. وبعدها بيقرر إيرين إنه يعدي الجدران، وإيرين بيقدر يقنع صحابه وبياخدهم وبيتسللوا من خراس الجدران، وبيوصلوا عنده وبيتصدموا لما بيشوفوا حجم الجدار من قريب. وإيرين كان عاوز يتسلق الجدار ويعدي الناحية التانية، بس ميكاسا وأرمن بيحاولوا يوقفوه وبيقولوا له يا ابني ورا الجدار في عمالقة اسمهم التايتنز وممكن ياكلونا. بس إيرين ما كانش مصدق أساسا بوجود التايتنز علشان محدش شافهم من 100 سنة. وفجأة بيوصلوا العساكر وبيحاولوا ياخدوهم من هنا، بس إيرين مش بيستسلم للعساكر وبيضربهم، ومش بيهمه العواقب اللي هتحصل له بعد ما يضرب العساكر. وكان في عسكري على وشك يضرب إيرين بالنار، بس بيوصل لقائد زيلدا يبقى صديق لأبو إيرين وقائد الجنود، فبيتدخل زيلدا وبيوقف القتال ما بينهم، وبيقول للجنود أنا هتصرف مع العيال دي. ولما الجنود مشوا زيلدا بيتريق على تصرفات إيرين، بس كان متعاطف مع رغبة إيرين إنه يكون حر وبيعدي الجدار، وبيقول لهم انتوا مش لازم تغامروا لوحدكم وتعدوا الجدار، كده الجيش أصدر قرار إنهم هيعدوا الجدار ويستكشفوا اللي وراه. ولكن فجأة بيسمعوا انفجارات والأرض بتبدأ تتهز بقوة وكأن في زلزال، والجدار كمان بيبدأ ينهار، وكان في حد الناحية التانية بيحاول يكسر الجدار، وبيظهر بعدها تايتن عملاق أطول من الجدار نفسه، وكان في دخان حوالين جسمه، وجنود الجيش باصين للوحش العملاق وهم مرعوبين. والعملاق بيفضل يصرخ بصوت عالي وبيضرب الجدار برجله، وفضل يضرب الجدار كذا مرة لحد ما قدر يكسره، واختفى بعدها العملاق وكأنه عمل مهمته ومشي. وإيرين وأصحابه بدأوا يشوفوا التايتنز اللي كان وشهم مرعب وحجمهم ضخم جدا، وبيخشوا للمدينة بتاعتهم من خلال الفتحة اللي في الجدار، وبيتحركوا التايتنز ناحية الناس، والجيش بيحاول بأقصى ما عنده يتصدى للتايتنز ويدافع عن نفسهم، وبيضربوا التايتنز بالمدافع. بس الهجمات دي مش بتعمل حاجة غير إنها بتبطئ من هجوم التايتنز عليهم، لأن التايتنز كان عندهم قدرة الاستشفاء وتجديد الخلايا اللي بتتدمر، وبيتحركوا ناحية الجنود، والجنود بتترعب وبتخاف، واللي بيقدر يجري بيجري، والتايتنز بيمسكوا الجنود وبياكلوهم وهم عايشين. وإيرين وأصحابه بيحاولوا يهربوا ويرجعوا لبيوتهم، وكل اللي في المدينة كانوا ميتين من الخوف والرعب، وبتحصل فوضى في المدينة بسبب التدافع والذعر اللي ما بين الناس. والتايتنز بيمشوا ورا الناس وبيبدأوا يدمروا جميع المباني بتاعتهم، وبياكلوا أي حد في سكتهم، وبيدوسوا على البشر برجليهم لأن البشر بالنسبة لهم كأنهم حشرات، والتايتنز كانوا بياكلوا البشر بكل سهولة. وإيرين بياخد ميكاسا البيت كبير، وكل أهل المدينة بيخشوا البيت علشان يستخبوا فيه، بس من تدافع الناس إيرين بينفصل عن ميكاسا، وميكاسا شاف الطفل في الأرض وراحت تنقذه، وتدافع الناس زق إيرين لجوه البيت، وهو كان بيحاول يوصل لميكاسا بس بيفشل، والناس بعدها بيقفلوا أبواب البيت وهم في قمة الرعب وبيرفضوا يفتحوا الباب لأي حد. وإيرين بيشوف من الشباك واحد من عمالقة أسنانه شكلها مخيف، وكان بيقرب من ميكاسا، وميكاسا بتترعب لما بتشوف الوحش بس بتتقبل مصيرها وبتستسلم وبتنزل راسها. وفجأة بيحصل انفجار كبير، ومن شدة الانفجار كل الناس بيترموا على الأرض، وإيرين بيبص من الشباك وبيلاقي إن ميكاسا والتايتنز اختفوا، فبيخرج من المكان والناس بيقفلوا وراه الباب بسرعة. وبيبص
ايرين على المدينة وبيتصدم علشان المدينة اتدمرت بالكامل، ولما بيلف بيشوف التايتنز وهم بيدمروا البيت اللي أهل المدينة استخبوا فيه وبيبدأوا ياكلوا كل الناس اللي جوه، وبنشوف الدم وهو بينزل من تحت الباب. وايرين بيمشي من المكان وبيروح للمنطقة التانية اللي فيها المصانع وهو في حالة صدمة ويأس على اللي حصل. وبعد الكارثة دي بسنتين بنروح للمنطقة التانية وبنشوف إن الناس اللي هناك كانوا لسه عايشين، وده بفضل الجدار القوي بتاعهم، والجيش كان بيخطط يسيطر على المنطقة التالتة اللي اتهاجمت من التايتنز. وبنعرف إن الناس اللي قدرت تعيش هربوا للمنطقة التانية وسابوا مزارعهم في المنطقة التالتة تتدمر، وتدمير المزارع تسبب في نقص كبير في الموارد الغذائية وزادت معها معدلات الوفيات والجريمة، ولازم على الجيش يستعيد المنطقة التالتة ويصلحوا الجدار ويواجهوا التايتنز علشان يقدروا ينقذوا نفسهم وينقذوا الشعب من الجوع. والجنرال كوبو بيقدم للجنود خبيرة الأسلحة الكابتن هينج، وهينج بتوري للجنود جهاز جديد، والمفروض الجهاز ده هيساعدهم في قتل التايتنز، والجهاز ده ممكن يخليهم يطيروا في الجو. وهينج بتعرفهم إن نقطة ضعف التايتنز هي رقبتهم، فبتقول لهم لو قدرنا نصيب رقبتهم هيموتوا. وبالنسبة لإيرين فهو انضم للجيش هو وصاحبه أرمن، وبنفهم إن أرمن كمان قدر ينجو من مذبحة التايتنز من سنتين، وإيرين كان مشيل نفسه مسؤولية قتل ميكاسا. وبيقابلوا الكابتن زيلدا اللي كان بيوزع عليهم الأكل، بس الكابتن زيلدا كانت حالته صعبة لأن معرضه سكران وفاقد الأمل في الحياة. وأرمن بيشرح لزمايله إنهم لازم يفجروا الجزء العلوي من الجدار، بحيث إن الجزء العلوي لما ينهار هيسد الفتحة اللي التايتنز بيخشوا منها، كده الجدار هيكون قصر بس هيفضل أطول من الحجم الطبيعي للتايتنز. وبعدها هنحاول نقتل التايتنز ونستعيد أراضينا. والجنود بيستعدوا علشان يتحركوا عند غروب الشمس لأن التايتنز بيناموا بالليل زي البشر بالظبط، وبيبدأ الجيش يتحرك فعلا بالليل وبيمشوا بالعربيات، والكابتن بيحس إن في حد بيتحرك قدامهم فبيوقف العربيات والجنود بتخرج وبيبدأوا يستكشفوا المكان. بس بيطلع إن اللي قدامهم كانوا شوية بقر، وواحدة من الفريق اسمها هيانا بتسمع صوت طفل صغير بيعيط جوه الجدران وبتفتكر إن الطفل ده في خطر ومحتاج حد ينقذه، فبتقرر تتحرك ناحية الصوت وتشوف الطفل ده. وإيرين بيقرر يروح وراها علشان ما يفقدش هيانا كمان زي ما فقد ميكاسا، وبيتقدموا هما الاتنين اللي جوه الجدران، وإيرين بيسمع هو كمان صوت الطفل الصغير. وفجأة في سائر غريب بيقع على وش هيانا وبيبصوا هما الاتنين فوق، وبيطلع عنه طفل صغير من التايتنز وكان بياكل إنسان عادي، وبيقع طفل التايتن وبيقعد يعيط على الأرض، والاتنين بيخافوا وبيطلعوا يجروا. وساعتها كل وحوش التايتنز بيصحوا على صوت الطفل وبيحاوطوا الفريق بتاعنا، والكابتن كان بيحاول يهدي الفريق بتاعه علشان التايتنز ما يسمعوش صوتهم، بس لسه ما كملش كلامه وظهر واحد من التايتنز وأكل الكابتن. وإيرين وهيانا بيحاولوا يجروا للفريق بينما التايتنز بيطاردوهم، والجنرال كوبو بيلاحظ الخطر اللي جاي عليهم فبيخلع هو والأسلحة وبيسيب الجنود بتوعه وهم معرضين للخطر. والجنود ما كانش عندهم حل غير الجري، بس بيظهر قدامهم واحد من التايتنز، وقبل ما فريقنا كان هيموت بيظهر كابتن اسمه شيكيشيما بسلاحه وبيهاجم الوحش العملاق من رقبته وبيقدر يموته. وبتظهر واحدة تانية بنفس السلاح وبتقدر تقتل واحد تاني من التايتنز، وبيقع العملاق على الأرض ومش بيقوم. وبيطلع ان البنت اللي عملت كده كانت ميكاسا، وميكاسا بتشوف ايرين بس مش بتديله اهتمام، وبيجي لها كابتن شيكيشيما وبينطلقوا هما الاتنين. وايرين كان مصدوم ومتفاجئ انها لسه عايشة، وبيطلع ان شيكيشيما واحد من جنود الجيش وهو اللي علم ميكاسا ازاي تحارب التايتنز، وباستخدام السلاح الجديد هيقدروا يطيروا ويوصلوا لرقبة التايتنز ويقتلوهم. وجنرال كوبو بيوري شيكيشيما الممر الارضي اللي هيستخبوا فيه البشر، وده في حالة انهم خسروا الحرب من التايتنز. وواحد اسمه جين بيلوم ايرين انه صح التايتنز وبيقول له بسببك كنا كلنا هنموت، وايرين بيتعصب عليه وبيبداوا هما الاتنين يتخانقوا، وميكاسا بتوصل وبتفض الخناقه اللي ما بينهم، وشيكيشيما بيوصل وبيسال ايرين عن اسمه وبعدها بيطلب يتكلم معاه على انفراد، والشيكيشيما بيساله انت ليه بتكره التايتنز؟ فايرين رد عليه بكل بديهيه وقال له علشان هم سرقوا ارضنا وسرقوا حريتنا. بس شيكيشيما ما كانش متفق مع كلام ايرين كله، وبيقول له البشر هم اللي حطوا نفسهم في الخطر ده من زمان علشان حبسوا نفسهم جوه الجدران بدل ما كانوا يحاربوهم. والشيكيشيما بيشجع ايرين وبيقول له الخوف هو عدو الانسان، والخوف هو اللي بيجبرك على الهروب مش التايتنز، ولازم نحارب التايتنز بكل شجاعة علشان نستعيد أرضنا. وبعدها ايرين بيروح لميكاسا وبيقول لها إنه فرحان إنه شافها عايشة، بس ميكاسا ما كانتش مبسوطة إطلاقا من ساعة ما الطفل اللي كان معاها أكله التايتن، وبتوري ايرين عضة كبيرة على جسمها من التايتن وبتقول له أنت لما سبتني أواجه الوحش العملاق ده لوحدي شيكيشيما دي وأنقذني. وبيظهر بعدها شيكيشيما وبيبان إن هو وميكاسا بيحبوا بعض، وايرين بيتضايق إن ميكاسا ما بقتش بتحبه فبيخرج بره وبيقعد يزعق، وهيانا
هيانا بتظهر وبتهدي ايرين وبتحاول ترسيه ميكاسا وبتاخده معاها المكان وبتحاول تواسيه، وبتحكي له هيانا ان جوزها مات من سنتين لما التايتنز هجموا عليهم، وهي قررت تخش الجيش علشان يكون معاها فلوس وتقدر تصرف على بنتها. وفجأة بيقطع كلامهم واحد من التايتنز وبيبص عليهم من خلم صغير، وبعدها بيبدأ يسحب هيانا علشان ياكلها. وايرين بيشوف اللي بيحصل وما بيبدو حيلة، وتايتنز تانيين بيظهروا وبيبدأوا يقربوا من الجنود، والجنود بيخلوا المكان وبيهربوا، والجنود اللي معاهم الأسلحة اللي بتخليهم يطيروا بيهاجموا التايتنز، والشيكيشيما بيهاجم التايتنز بكل شجاعة وبيقتل عدد كبير منهم، وكمان ميكاسا بتنضم ليه وبتقتل واحد ورا التاني. بس في جنود بيموتوا وبيتفعصوا من التايتنز، وعدد كبير من الجنود بيموت علشان خايفين ومش عارفين يحاربوا. وكوبو بيأمر الجنود انهم يحموا المتفجرات، وواحدة من الجنود بتعيط على جوزها اللي مات من التايتنز، وكابتن زيلدا بيحاول يهديها وبياخدها وبيمشوا، وهي بتقول انها تنتقم من التايتنز. وكابتن هندي بيلاحظ ان في حد بيسرق عربية المتفجرات وبيهرب من ساحة المعركة، بس الست اللي جوزها مات بتنط على العربية قبل ما تهرب وبتولع المتفجرات اللي في شاحنة العربية، وبتنط قدامه وبتضرب السواق الحرامي اللي كان عاوز يهرب وبترميه، وبتسيطر هي على العربية، وبتتحرك الست ناحية العملاق اللي قتل جوزها وبتخش فيه بالعربية والمتفجرات شغالة، وبيحصل انفجار كبير وبيقع كذا واحد من التايتنز على الأرض. بس الهجوم والانفجارات دي كانت بلا هدف علشان التايتنز بيقدروا يجددوا الخلايا بتاعتهم وبيقفوا من تاني وبياكلوا الناس. وايرين بيشوف جين مستخبي على السطح فبيقول له روح قاتل زي الباقي، بس جين بيعترف له انه جبان. وايرين بيفتكر اللي شيكيشيما قالهوله قبل كده بخصوص الخوف، وبيجري ايرين بالسلاح ناحية التايتنز وهو في قمة الغضب وبيحاول يقتلهم. بس ايرين بيواجه صعوبة علشان لا بيعرف يقاتل ولا عارف يستخدم السلاح، والشيكيشيما بيشوف شجاعة ايرين وبيبدأ يواجهه ازاي يقتل التايتنز. وايرين بكل شجاعة بيقدر يقتل واحد فيهم، وقبل ما كان هيحتفل بأول انتصار دي بيطير ايرين بالغلط ناحية بق واحد من التايتنز، والعملاق للأسف أكل رجل من رجلين ايرين ووقع ايرين على سطح إحدى العماير. والجنود بيلاحظوا إن التايتنز محاوطين المبنى اللي شين محبوس فيه، وأرمن بيخطط لخطة علشان ينقذه، وبيبدأوا الجنود يطلعوا أصوات عالية جدا علشان يجذبوا انتباه التايتنز. وفعلا التايتنز بيتشتتوا، وجين جات له فرصة إنه باستخدام السلاح الجديد يهاجم واحد من التايتنز ويقتله، وبعدها الجنود اللي طلعوا الأصوات كانوا بيهربوا. بس للأسف أرمن بيتمسك من واحد من التايتنز وكان لسه هياكله، بس الكل بيتدخل وبيهاجموا العملاق، بس هجماتهم ما كانتش فعالة عليه. وايرين بيشوف صاحبه أرمن في خطر فبيتحرك ناحية العملاق بالعافية رغم إصابته، والعملاق بيفتح بقه علشان ياكل أرمن، ولكن ايرين بيقف على رجل واحدة علشان ينقذ صاحبه. وأرمن بعد ما اتبلع كان بيحاول يتسلق ويطلع من بقه بس كان عمال بيتزحلق، وعلى آخر لحظة بيظهر ايرين وبيمسك ايده وبيحاول ينقذه وهو فاتح فك العملاق، وبيرمي ايرين بره بق العملاق وبيقع هو جوه بق العملاق وبيتبلع وبيفقد ايده، وبينزل ايرين لبطن العملاق وبيشوف جثث البشر ومنهم هيانا اللي اتاكلت قدام عينه، وبيزعق ايرين بكل ألم وبيقسم انه هيقتل كل التايتنز. وفي نفس الوقت الجنود اللي اتبقوا كانوا متحاصرين، بينما جنرال كوبو محدش كان عارف مكانه. وارمن بيقول لميكاسا ده اللي فاضل من ايرين، وبتبص ميكاسا على ايد ايرين وهي مصدومة وبتقرر تنتقم لايرين وتروح تموت التايتنز، وبتقدر ميكاسا تقتل كذا واحد بكل سهولة، بس السلاح بتاعها بيخلص منه الغاز وبتقع ميكاسا على الارض، وبيقرب من ميكاسا العملاق اللي اكل ايرين. وميكاسا رغم ان السلاح مبقاش شغال معاها بس بتقرر تحارب لحد اخر نفس فيها، بس بتحصل حاجة غريبة والعملاق بيرجع وبيبدأ يزعق من الألم، وبتخرج ايد من العملاق وجسمه بينفجر وبيظهر عملاق تاني جواه لونه احمر، والعملاق الاحمر اللي ظهر ده بيفضل يصرخ وبيتجه ناحية التايتنز وبيهاجمهم وبيقتل التايتنز من نقط ضعفهم وبيسحقهم برجليه. والجنود شايفين اللي بيحصل ده وهم متفاجئين وفرحانين جدا مع انهم مش فاهمين ده بيحصل ازاي، بس قشطة علشان عمرهم ما شافوا واحد من التايتنز بيهاجم واحد من شعبه قبل كده. وبيستمر العملاق الاحمر في تدمير التايتنز التانيين، وبيحاولوا التايتنز يتكتروا عليه ويضربوه بس ما كانوش عارفين يموتوه، والعملاق الاحمر كان قوي جدا وبيخلص عليهم بكل سهولة. وميكاسا وهي بص عليه بتحس ان اسلوبه في القتال مألوف جدا ليها. والكابتن زيلدا بيبص على القتال ده وبيحس ان اللي بيقاتل يبقى ايرين، وبيقدر العملاق الاحمر يقضي على كل التايتنز لوحده وبيفضل يصرخ بكل شراسة، والتايتنز اللي اتبقوا بيهربوا ومش بيخشوا معاه في معركة. والعملاق الاحمر بيشوف الجنود على السطح وبيجري ناحيتهم وكلها بتخاف وبتجري ما عدا ميكاسا اللي بتنادي على ايرين. والعملاق بيقف للحظة بس بيمسك ميكاسا وبيرفعها في الهواء وبيفضل باصص لها وبعدين بيتعرف عليها، وايرين بيستعيد وعيه وبيتحول وبيقع على الارض وجسمه بيفضل يطلع دخان من النار اللي جوه جسمه، وميكاسا بتقرب منه وبتقطع رقبته بالسيف وقدرت
بيخرج ايرين من جسمه، وبنشوف ايرين على قيد الحياة، وكمان اطرافه اللي اتاكلت رجعت له من تاني، وده بفضل قدرة تجديد الخلايا اللي عند التايتنز. وكله بيتفاجئ من اللي هم شايفينه، وشيكيشيما بيشوفه من بعيد، وكان باين عليه انه مش متفاجئ ان ايرين اتحول لواحد من التايتنز، وايرين كان لسه مغمى عليه. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده، اتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.